هي ليه أمريكا مش بتشتري ذهب زي الصين؟ خلينا نشوف. الكل بيتكلم إن الصين بتشتري ذهب بقالها فترة كبيرة جدا، والبنك المركزي عندهم بيزود الاحتياطي بتاعه سنة ورا سنة. يعني مثلا في 2023 اشتروا 225 طن ذهب عشان الاحتياطي بتاعهم يبقى 2235 طن. انما امريكا مش بتشتري ومش مهتمية ان هي تزود الاحتياطي بتاعها زي الصين. اول حاجة لازم تعرفها ان امريكا عندها اكبر احتياطي من الذهب في العالم، حوالي 8133 طن، وده اكتر من 3 اضعاف اللي عند الصين. تاني حاجة، امريكا ما بتعتمدش على الذهب كملاذ امن زي بقية الدول، هما بيعتمدوا على حاجة تانية خالص هي الدولار، لان امريكا بتلعب لعبة تانية، مش بتقوي اقتصادها بالذهب، هي بتقوي نفسها، وبالتالي الدولار هيبقى قوي جدا ويبقى العملة الرسمية بتاعة العالم. وده فعلا اللي موجود دلوقتي، وده اللي بيخلينا ناخد بالنا ليه اي ازمات عالمية بنلاقي الذهب زاد على طول والدولار وقع في ساعتها. انما الصين بقى في الناحية التانية بتحاول تقلل اعتمادها على الدولار، لان الصين عندها اكبر احتياطي نقدي تقريبا في العالم، والاحتياطي ده بالدولار، فده في حد ذاته بيقوي الدولار. فالاقتصاد الصيني تقريبا يعتبر كله بيزود الدولار وبيقوي امريكا والدولار بتاعها، وبقت تتجه للملاذ الامن وهو الذهب. ولو تفتكروا في البريكس قلنا عايزين يعملوا العملة مسعرة بالذهب، لان الذهب هو اصل العملات وهو الملاذ الامن لكل حاجة. وبس كده عرفتوا ليه امريكا ما بتشتريش ذهب زي الصين؟ كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.